السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايين لكم بقى في فيديو حاجة كده كل الناس عارفاها. هنعمل مع بعض كده شوية عدس حلوين كده يدفونا ايه في الشتاء اللي احنا فيه ده. فين بقى الجو ساقع اليومين دول، وقلنا بقى نعمل ايه شوية عدس حلوين يدفونا كده بالليل كده. طبعا معايا هنا جزرتين حلوين، ومعايا طماطمات كده مقطعاهم، بصلاية وقرن فلفل، ومعايا مكعبين من الزبدة. هنزل بقى بالمكعبين من الزبدة بتوعنا في الحلة. طبعا حابة تحطي توم حطي، انا محبتش ان انا احط توم ان هو بيتعب معدتي. بردك في ناس بتضيف بطاطس، بردك انا مش بحب ان انا اضيفها يعني. فالحاجات دي يعني اختيارية بقى انتي وذوقك، يعني اللي انتي عايزة تحطيه بقى حطيه في شوربة العدس دي. طبعا شوربة العدس بتبقى الخضار فيها بيبقى جميل. انا الطريقة دي طبعا بنت عمي كانت عاملاها وعجبتني، فقلت ان انا اجربها معاكم. غير بقى الطريقة التقليدية بتاعتنا بقى اللي احنا بنحط كل حاجة في الحلة ومية سخنة وخلاص على كده. جربوها هتعجبكم. هنزل بقى بالبصلاية كده والقرن فلفل، نشوحهم مع بعض كده في الزبدة. الزبدة طبعا دي بتدي طعم جميل. جزرية حلوة كده كبيرة معانا، ونقطعها ونحطها نشوحها برضو كده مع الخضار. عدس طبعا جدا حلو جدا للأطفال وحلو للكبار برضو، بيدفي كده. طبعا كل الأمهات عارفة طريقة العدس وعارفين العدس بيتعمل ازاي. احنا عاملين الفيديوهات دي خاطر البنات اللي هي بتبقى لسه مش عارفة طرق الأكل بتتعمل ازاي، فنفيدهم ويفيدونا يعني. ننزل بالقوطة بقى بتاعتنا. طبعا انا بحب القوطة كتير تبقى في العدس كتير كده، تديله لون حلو كده وطعم حلو. والجزر طبعا بيدي طعم حلو للعدس، بيديله طعم كده بيبقى مسكر وطعمه حلو. جربوا الطريقة والله هتعجبكم جدا، غير بقى الطريقة بتاعتنا اللي هي العادية. انا بنت عمي عملتها وقالت لي جربيها ومش هتندمي هتعمليه كده على طول. هي بردك عاملة قناة اسمها ام فارس، بتعمل حاجات حلوة، تابعوها هتعجبكم برضه. هنزل بقى بمعلقة كده من الفلفل الاسود، معلقة من الكمون، احط معلقة من الملح. التوابل بقى بتاعتنا الحلوة كده اللي احنا عارفينها. متنسوش بقى ايه نصلي منها على النبي كده واللايك الجميل بتاعكم. بصي بقى حركة التوابل دي مع الخضار بتخلي اكنك بتعملي كده كباب حلة. نزلت بنص مكعب من المرقة يدينا طعم كده حلو. نشوح بقى الخضار ده كله كده مع بعضه. طبعا كمية الخضار دي كلها على نص كيلو من العدس. هنا العدس بتاعنا كنا غسلاه ومصفياه. نغسله طبعا حلو عشان خاطر النشا اللي فيه دي تنزل. نشوحه برضو كده مع الخضار تشويحة حلوة. صدقوني الطريقة دي هتعجبكم. ننزل بقى بالمية بتاعتنا. نسيبها بقى مع بعض كده يغلو كده ويستوي، ونرجع بقى نشوف بقى هنعمل ايه تاني. كده خلاص بقى كان العدس بتاعنا استوى وضربناه في الخلاط. هنزل بقى في حلة كده بمكعبين تاني من الزبدة، تسيح كده معانا. هنزل بمعلقة كده من الزيت بس عشان خاطر الزبدة بتاعتنا ايه ما تتلسعش. ايه معلقة كده من الزيت. نقلبها كده لحد بس ما تسيح. ننزل بقى بالشعرية بتاعتنا. الشعرية بقى زي ما تحبي، حباها كتير حباها قليلة دي حسب بقى، دي اختياري يعني حاجة بتاعتك انتي. تابعونا بقى عشان يوصلكم ان شاء الله كله جديد، واعملوا الاشتراك الجميل بتاعكم. كده بقى حمرت الشعرية اهي تحميرة كده حلوة. بس كل ما تحمريها حلو وكل ما مش هتلاقيها معاكي نفشت كده في العدس، وتلاقي العدس بتاعك تقل كده.
بص ننزل واحدة واحدة عشان خاطر لما بننزل مرة واحدة العدس بيبهدل لنا الدنيا وبيفور ننزل واحدة واحدة احسن، بعد كده ننزل بالكمية كلها. ما شاء الله كان ريحته جميلة ولا كأننا بنسلق لحمة. لو الطريقة دي جميلة الصراحة، تسلم ايديها، انا الصراحة قلت اجربها وعجبتني يعني. انا مرضتش بقى اضيع الفرصة وقلت لازم انا اعملها معاكم. اهو نسيبه بقى يغلي بقى كده ويستوي ونفضيه بقى مع بعض. كده بقى خلاص كان العدس بتاعنا بقى خلص وفضيناه. ما شاء الله شايفين اللون بتاعه جميل ازاي. شوربة عدس الصراحة تدفي كده في البرد اللي احنا فيه ده. شوية جرجير بقى وبصل كده نقطعه ونقمر العيش، وما شاء الله اعملي احلى فتة عدس. لو عجبكم بقى الفيديو بقى متنسوش اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم. مع السلامة.